يعقوبي رئيسة جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية. كما كتعرفوا أن الجمعية طلقت اليوم واحد الحملة جهوية لمناهضة العنف ضد النساء، اللي قبل منها طلقتها وزارة التضامن وطنيا، الآن جهويا بمدينة فاس، واللي الحمد لله قدرنا اننا يعني هي حمله تحسيسيه، كذلك حمله تاطيريه، واللي نقدر اليوم ناكد عليه ان الحضور كان متميز. ندوه علميه اطرحها اساتذه واستاذات من القضاء، من المؤسسات ديال الدولة، كذلك أساتذة جامعيين ومجتمع مدني وحقوقي. اليوم الندوة العلمية كانت في المستوى الكبير، قدرنا نخرجوا بمذكرة ترافعية اللي غادي نقدروا نرفعوها اليوم من بعد التوصيات ومن بعد النقاش اللي كان. كذلك كانت لوحة نسائية متميزة اللي دازوا فيها عدة رسائل. اليوم بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي عطى مكانة مرموقة للمرأة المغربية، قدرنا أننا الحمد لله نوصلوا لعدة مطالب اللي كانت من قبل الحركات النسائيه كتشتغل عليها. القانون 103/13 الان تنطلبوا بالتنزيل ديالو بكامله. كذلك ان اليوم المغاربه كيتسناو مدونه الاسره بالتعديلات ديالها تنزل الوجود. كذلك اليوم من مدينه فاس كنقولوا كفى عنفا، وكنقولوا ما بعد 31 اكتوبر مجتمع امن ومغرب موحد بنسائه ورجاله. كذلك يمكن لي نقول لكم أن المرأة المغربية أبانت عن علو كعبها في جميع المجالات. المرأة المغربية نجحت في جميع المجالات. اليوم كنطلبوا أنها تكون في مراكز القرار، كذلك أنها يعني كذلك اليوم كنهضروا على التمكين الاقتصادي للنساء، لأنه مهم جدا، ولأن إذا دعمنا المرأة المغربية فهي كما كتعرفوا أن المرأة المغربية هي عماد المجتمع، وإذا كانت المرأة بخير المجتمع يكون بخير. كذلك اليوم كنقولوا بأن الصحافة كتلعب واحد الدور كبير في التوعية، كذلك في المواكبة ديال جميع الجمعيات الحقوقية باش يمكن هذا الشيء يوصل للجميع. المرأة المغربية كرمها الإسلام، والرجل المغربي هو فخور بالأم ديالو، بالزوجة، بالأخت. كنتمناو أننا إن شاء الله الرحمن الرحيم البرامج اللي حطتها لا الدولة ولا الحكومة هي برامج قوية لدعم النساء وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا. شكرا.